السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم على قناة ذا فارماسي. أنا الدكتور إيهاب الزيات، والنهاردة إن شاء الله ميعادنا في الفارماسيوتيكال كالكوليشن في رحلتنا مع الكتاب مع شابتر 13. هنتكلم فيه على الانترافينوس انفيوجن والبارنترال ادميكتشر والريت اوف فلو كالكوليشن. طبعا ده جزء مهم جدا من ممارسة أي صيدلي شغال في صيدلية في مستشفى. جزء من المهام بتاعته إن هو يحضر الانترافينوس انفيوجن أو إن هو يحضر البارنترال ادميكتشرز ويعرف إزاي يعمل الكالكوليشنز بتاعتها، وكذلك لو هو برضو بيساعد في حسابات الريت اوف فلو. طبعا في برامج دلوقتي مثلا بتبقى ويب بيزد ابلكيشن او ايفن يعني موبايل ابس او كده تساعد في حساب الحاجات ديت، ولكن لازم برضو الصيدلي يبقى فاهم البيزس بتاع حساب الكلام دوت. حتى لو انا معايا حاجات دلوقتي متقدمه او كده، انا لازم ابقى فاهم الكونسبت واعرف اعمله، لان في اي ظرف طارئ تحتاج ان انت تسعف مريض، تعمل اي حاجه، تتدخل باي شكل من الاشكال في حسابات الحاجات دي، اذا انت مش فاهم البيزس بتاعها فانت للاسف مش هتعرف تتصرف ولا تعرف تاخد اي اكشن. فلازم تفهم الاساس، ثم بعد كده استخدم بقى اي تقنيه مش مشكله. وحذاري ثم حذاري ثم حذاري من الاعتماد على الاي اي في اي كالكوليشن، حتى لو الاي اي بيعملها صح انا لازم اكون فاهم عشان انا افاليديت. لو انا عايز الاي اي يسرع لي الكالكوليشن او كده دي حاجه، وان انا اخد الحاجه منه وذاوت ان انا فاهم هو عمل ايه وامشي بيها دي جريمه. انا اعتبر ان اللي بيعمل كده جريمه. عشان كده انا حتى لما بعض الطلاب عندي وانا بدرسهم الكورس دوت والاقي انه حل المسائل وجايبها لي بالاي اي، صفر على طول بدون كلام وبدون نقاش، لان ده لم يراعي الامانه. الامانه ان انا ابقى فاهم كل رقم معناه ايه وجا ازاي، لان دي جرعه بتعطى لمريض. فلو انت بس حركت يعني مسافه عشريه واحده بالزياده او بالنقصان، يعني معنى كده اديته 10 اضعاف الجرعه او اديته اقل من الجرعه ب 10 اضعاف، في الحالتين انت مش هتسعف المريض ولا هيستفيد، بل هيتضر. حتى لو كان الدواء بتقول لو انا اعطيته اقل من الجرعه برضه هيتضر، لان ممكن يكون الدواء ده لايف سيفنج، هينقذ حياته. فانت لما تديله اقل من الجرعه ب 10 مرات المريض هيروح فيها. تمام؟ زي مثلا تديله جرعه انسولين وما لحقته، حصل له هايبر جلايسيميك شوك والسكر على عنده، وانت ما اعطيته الجرعه المظبوطه، فطبعا اعطيته اقل من الجرعه ب 10 اضعاف فراح فيها المريض. فاذا حته الكالكوليشن من الحاجات المهمه جدا. وبعدين لما بنتكلم بقى على حاجات انترافينوس انفيوجنز او انترافينوس ادميكتشرز او كده، موست بروبابلي الحاجات دي بتستخدم في الانتنسيف كير يونت او اللي هي العنايه المركزه، وبالتالي الحاجات دي بتبقى فيري فيري كريتيكال. طيب الشابتر دوت طبعا الكونتنت بتاعه كبير جدا، مش هقدر ان انا اخلصه في حلقه واحده، فهنقسمه على حلقتين. الحلقه الاولانيه هنتكلم على الانترافينوس انفيوجنز والحاجات الخاصه بالكريتيكال كير يونت والحساب الجرعات البيدياتريك، وهنتكلم على البارنترال ادميكشن، وهنخلي للمحاضره اللي بعديها ان شاء الله اللي هو الريت اوف فلو كالكوليشن، عشان بس ايه ما يبقاش برضو الحلقه دسمه وكبير عليك انك تاخدها في مره واحده. طيب خلينا نبدا مع بعض. اول حاجه هنا بتكلم على الانجكشنز. هنتكلم بس ايه نمر سريعا كده على المقدمه النظريه خلاص، او لو استوقفتنا اي حاجه نظريه خلال الشرح برضو هنمر عليها بشكل ايه سريع. اول حاجه بيقول لك الانجكشنز دي استرايل فارماسيوتيكال سوليوشن او سسبنشن اوف دراج سبستانس ان اكوس اور نون اكوس فيهيكل. خلاص يبقى هي مذابه في حاجه اكوس او في حاجه نون اكوس، وقد تكون سوليوشن يعني كلير سوليوشن او سسبنشن حاجه معلقه. طيب بيتم اعطائها عن طريق نيدل، طبعا تدخل لاي بارت اوف ذا بودي، وبيقول لك المواقع او الاماكن او طرق خلها للبودي ازاي. يا اما مثلا تحقن في الجوينت المفاصل فبيسموها انترا ارتيكولار، او في الجوينت فلويد فبيسموه انترا ساينوفيال، او في السباينال كولوم في العمود الفقري نفسه فبيسموها انترا سباينال، او في السباينال فلويد في السائل بتاع العمود الفقري نفسه فبيسموه، او لو سائل النخاعي بيسموه انتراثيكال، او في الارتريز فبيسموها انترا ارتيريال في الايه في الشريان نفسه، او في الامرجنسي في اي امرجنسي ايفن ذا هارت فبيسموها انترا كاردياك، يعني دي تحقن مباشره في الهارت. لكن الموست اوف انجكشنز اللي هي ادمنسترد بتبقى عن طريق الفين فبيسموها انترافينوس، او في العضل بيسموها انتراماسكولار، او في السكين بيسموها انتراديرمال او انتراكيوتينيوس، او حتى تحت طبقه الجلد مباشره اللي هي بيسموها سب كيوتينيوس. وطبعا دي اختصارات للايه سب كيو او اس كيو او هايبوديرميك، يعني كلها ايه مسميات مختلفه لطرق التعبير عن النوع ده من. طيب بيقول لك depending upon their use الانجكشن are packaged in small volumes in ampoules، يعني ممكن تلاقي الامبول بيحتوي 1 مليلتر او 2 مليلتر في الانجكشن بتاعي، او بيبقى مثلا بري فيلد ديسبوزبل سيرنج، يعني هو اوريدي متعبي جاهز في السرنجه، زي مثلا حاجات الكليكسان دي بتلاقيها موجوده في شاله في الثلاجه ومتعبيه في سرنجه، ومجرد تاخد الحقنه ترمي السرنجه بعد كده خلاص. في سنجل دوز يوز، يعني ايه؟ يعني جرعه هي سرنجه واحده فيها الجرعه المطلوبه، او ان فايلز اند بين انجكتورز فور سنجل او مالتيبل دوز يوز، برضه حاجات زي مثلا زي علامه الانسولين فدي يعتبر مالتيبل دوز، يعني
يظبط الالم على تدريج معين على الجرعه اللي هو عايزها ويدي بيها الايه الحقنه، وبعد كده مش هيرميها، هيشيلها في الثلاجه ويرجع يستعملها تاني يوم وهكذا. طيب او تبقى مثلا عباره عن لارج فوليوم بلاستيك باج، يعني يمكن شفتوها قبل كده البلاستيك باجز اللي هي فيها كميه من الايه من السوليوشن بتاعي، وبتعطى مثلا على حسب ما يخلص الايه البلاستيك باج او كميه الايه الحاجه اللي موجوده، او جلاس كونتينر حتى زي مثلا البرفالجان او اللي هي فيه باراسيتامول بيتعطى زي كونتينر كده فيها 100 مللي مثلا، وبيعطى الخافض الحراره ده عن طريق الانفيوجن او بالتقطير الوريدي يعني. او ممكن تبقى مثلا محلول ملحي بقى، ممكن يتراوح بقى من 250 مللي الى 500 الى 1000 مللي، يعني لتر واحد من الايه الماده ديت وكده. فالمحلول الملحي ده بيبقى له استخدامات ايه كتيره زي ما هنشوف بعد شويه. طيب بعض الانجكشن ار افيلابل از بريبيرد سوليوشنز اور سسبنشن، يعني هو اوريدي جاهز، والدراج بتاعه طبعا بيبقى مكتوب كميه الدراج، فبيقول لك مثلا 10 مللي جرام بير ملي لتر، خلاص نسبه يعني تركيز الدراج مكتوب جواه او على العلبه يعني. other contains dry powder for reconstitution، بعضهم بيبقى الفايلز فيها الباودر وانت اللي بتعمل له عمليه الاحلال، ان انا بضيف عليه الليكويد او السائل المذيب سواء ووتر او غيره، بحيث ان هو يتم تذويبه في عشان يكون السوليوشن او يكون سسبنشن قبل ما احقنه. وساعتها بيقول لك الكميه الدراج اللي موجوده مثلا 10 مللي جرام بير فايل لكل لكل حقنه من دول او لكل بوتل يعني. طيب احيانا بيبقى موجود سمول فوليوم انجكشن، ممكن تبقى تو بي ادمنسترد از اديتيفز، يعني يعني ممكن احط اللي هي السمول فوليوم انجكشن ديت اضيفها على لارج فوليوم بارنترال فلويد، يعني ممكن مثلا افضي عبوه مثلا مضاد حيوي فور اكزامبل افضيها في اللي هي الازازه الكبيره بتاعه المحلول الملحي مثلا، او افضي امبول مثلا ماده مثلا زي ديكسوميزازون او وات ايفر مثلا، او مثلا حاجه زي الفلاجيل او حاجه مثلا مطهر معوي افضيها مثلا في المحلول الملحي اللي هي الوعاء الكبير دوت، افضي فيه السرنجه ديت، وبعدين بعد كده ياخدها المريض مع المحلول. او في حاجه ثانيه هنعرفها بعد شويه اللي هي ان انا يبقى عندي مثلا علبه المحلول اللي هي الصغير سمول فوليوم بارنترال ده مثلا لو لغايه مثلا حوالي 100 مللي بتعطى مع العلبه الكبيره اللي هي المحلول الكبير، الاثنين يجتمعوا مع بعض في نفس الانبوب، يعني زي حرف واي كده خلاص، فالاثنين يجتمعوا مع بعض في نفس الانبوب فبيسموها اي في بيجي باك، فهنشوفها برضو مع بعض بعد. طيب طبعا اي حاجه بيقول لك هنا بالتعريف اي حاجه بتعطى عن طريق تدخل الجسم عن طريق اي شيء غير الاليمنتري كانال بيسموها بارنت، فكل الراوت اوف ادمنستريشن بخلاف الاليمنتري كانال بيسموها بارنت. طيب الحاجات اللي قلنا هنغطيها الانترافينوس انفيوجن والانترافينوس بوش اللي هو اي في بوش او اللي بيسموه البولس دوز، او الكونسيدريشن طبعا في حساب البيدياتريك انترافينوس انفيوجن ديليفري والانترافينوس ادميكشر، ده اللي احنا هنغطيه المحاضره دي. طب نتكلم على الانترافينوس انفيوجن خلاص اللي هو بالتقطير الوريدي، فبيقول لك دي استرايل اكوس بريباريشن ادمنسترد انترافينوسلي ان ريلاتيفلي لارج فوليوم، طبعا كميات كبيره او فوليوم كبير. طبعا الهدف منها انها اكستند البلاد فوليوم او بروفايد الكترولايت او نيوترين، يعني يا اما عنده واحد مثلا عايز ازود له حجم الدم، عنده مثلا فقد سوائل كتير عن طريق مثلا الترجيع او الاسهال او كده، فعايز اعوضه من السوائل ديت وامده طبعا بالكترولايت او نيوترينز او حتى ايفن اديله ميديكيشن. طيب most intravenous infusion are administered in critical care، طبعا بيتاخد في العنايه المركزه للبيشنت اللي هم برضو انفيرم اللي هم في حاله من الضعف والهزال او ديهايدريتد عنده جفاف او مال نورشد يعني عنده سوء تغذيه، او البيشنت اللي هم بياخدوها بريور او ديورنج او افتر السيرجري يعني قبل او اثناء او ما بعد العمليه الجراحيه. الانترافينوس انفيوجن وايدلي امبلويد في الامرجنسي كير يونت في الهوسبيتالز وبرضو في الاذر بيشنت كير انستتيوشن، وبرضو احيانا في الهوم كير، يعني ممكن حد يجي لك في البيت يعلق مثلا محلول او كده لو في حد يحتاج الى ذلك. طيب الفارماسيست participate in the preparation and administration of institutional as well as home intravenous infusion therapy. طبعا بيقول لك الصيدلي ليه دور مهم جدا في عمليه التحضير والادمنستريشن للانترافينوس انفيوجن ثيرابي، اتليست حتى حساب الجرعات وحساب التراكيز وحساب الريت اوف انفيوجن، كل الاشياء دي ممكن الصيدلي يبقى له دور فيها. طيب الموست intravenous infusion are solutions، معظمهم طبعا solution، لكن some very fine dispersion of nutrient or therapeutic agent or blood او blood products ممكن تستخدم. طيب some intravenous infusion are isotonic or nearly isotonic، احنا فهمنا طبعا الايزوتونيستي يعني وخدناها قبل كده في اتكلمنا يعني شرحنا كذا فيديو قبل كده على موضوع الايزوتونيستي، ممكن ترجعوا له، هسيب لكم الرابط بتاعه فوق او في صندوق الوصف تحت. بيقول لك الايزوتونيستي is not absolutely necessary، يعني مش لازم ان انا اظبط الايزوتونيستي بتاعت السوليوشن ده قوي، لان الفوليومز اوف فلويد usually administered rapidly diluted by circulating
بلاد، فهيحصل نوع من الايه التعادل، او ان هي في غالب الاحوال مش هتاثر على الفوليوم بتاع البلاد بشكل كبير. لكن الافضل طبعا ان هي تبقى ايزوتونيك. لكن انا زي ما قلنا احيانا في بعض الاحيان انا بديها ايزوتونيك، بديها هايبوتونيك، بديها هايبرتونيك. احنا اتكلمنا الكلام ده شرحناه قبل كده، وقلنا ان حسب الكيس اللي انا بعالجها وامتى بحتاج ده وامتى بحتاج ده وامتى بحتاج ده. فارجعوا للحلقه اللي شرحناها قبل كده عشان تفتكروا الكلام ده. طيب بيقول لك الكوميرشالي بريبيرد انفيوجن ار افيلابل ان جلاس اور بلاستيك بوتلز. ممكن تبقى موجوده في جلاس او في حاجه ايه بلاستيكيه، اور كولابسبل بلاستيك باج، يعني حتى بتنضغط او بتتفضى. يعني ايه كولابسبل؟ يعني كل ما انت تسحب منها السوليوشن كل ما هي يحصل لها شرينكج او تنكمش لغايه لما ايه تبقى زي الورقه. تمام. طبعا الفوليومز بيبقى 50 مللي، دي بيسموها ميني باج. ولو كانت 100 مللي او 250 500 1000 يبقى اذا انا بعلى بالتركيز، بعلى بالحجم اسف بتاع الايه الليكويد بتاعي. طيب السمولر فوليومز فايند بارتيكولار ابلكيشن في تريتنج البيدياتريك بيشنت. طبعا السمول فوليومز دي معموله للاطفال اللي هم الصغيرين، او الادلت هو ريكواير ريلاتيفلي سمول فوليوم اوف انفيوزيت. تمام. بعض برضو الادلت بيحتاجوا كميه صغيره. when a smaller IV bag is attached to the tubing of a larger IV being administered. يعني لو انا عندي محلول وريدي بيتاخد بالتنقيط الوريدي، مثلا محلول ملحي، محلول ديكستروز او رينجر سوليوشن او وات ايفر ايه هو، من اللي هي العبوه الكبيره اللي هي 500 مللي او 1000 مللي دي، ونازله هي دي المين انفيوجن سيت، نازله داخله في الايه في الوريد بتاع المريض. خلاص. لو ركبت عليها زي ما قلت لكم حرف واي، مثلا محلول انترميتنت يعني ايه او تمبرري، بيتاخد بس لغايه لما يفضي وبعد كده بيكمل المحلول الوريدي الاساسي، بيكمل الانفيوجن بتاعه عادي. بس ده بيتاخد مثلا خافض حراره، مضاد حيوي، حاجه مثلا مطهر معوي، فبيتاخد بيعمل حرف واي. ده بيسموها اي في بيجي باك. اي في بيجي باك بيرمز ليها اي في بي بي. تمام. طيب الابريفيشن طبعا شكلها نبص عليه، ادي كده المين انفيوجن سيت. خلاص دي كده المين انفيوجن سيت. اما الاي في بي بيجي باك عامل ازاي اهو زي ما انتم شايفين، دي كده المين انفيوجن سيت اللي هي الجزء دهوت اهو. خلاص. ودي الحاجه اللي هي سمول فوليوم بيجي باك انتي بايوتيك. يعني دخلت مثلا انتي بايوتيك هنا بيدخل على المين ايه المين ستريم هنا، ومجرد انه يفضي خلاص فضى الحاجه اللي هو رايحه للبيشنت كانتي بايوتيك، والباقي طبعا بيكمل بقى المحلول ده اللي هو اللارج فوليوم اللي هو يعتبر 1000 مللي او في الاحجام ديت، يعني يكمل بعد كده ايه للمريض الحاجه اللي هو لغايه لما يخلصها او يؤدي الوظيفه بتاعته. طيب الابريفيشن اللي هو ال في بي بيسموه لارج فوليوم بارنترال، والاس في بي انديكيت سمول فوليوم بارنترال. طبعا هنا في الجدول ده بيشرح لك بعض الايه المكونات. يعني مثلا اللي هو عندي النورمال سلاين اللي هو 0.9% بيرمز له بالابلكيشن ان اس. ان اس يعني نورمال سلاين. طب لو عملوا 0.45 يعني نص التركيز، نص ال 0.9% يبقى 0.45%، فبيسموه هاف نورمال سلاين. يعني ممكن يتكتب كده في الايه في البريسكريبشن هاف نورمال سلاين. ال 5% ديكستروز ان ووتر بيسموه دي 5 دبليو. خلاص. او دي 5 سمول كده دبليو. نفس الكلام ال 10% دي 10 دبليو. لو انا بقى عندي 5% ديكستروز مع 0.9% صوديوم كلورايد بيسموه دي 5 ان اس. او ان انا عندي 5% ديكستروز مع 0.45% صوديوم كلورايد بيسموه دي 5 هاف ان اس. في حاجه اسمها رينجر انجكشن بيتكون من مجموعه من الاملاح فبيرمز له بار اي، وفي حاجه اسمها لاكتيتد رينجر انجكشن فبيرمز له ار، فبيرمز له ال ار او ال ار اي. وعندي برضو 5% ديكستروز ان لاكتيتد رينجر فبيرمز له دي 5 ال ار. فكلها اختصارات بتعبر عن نوع المحلول اللي انا بدي. طيب زي ما احنا شايفين هنا الادمنستريشن سيت از اتاتشد تو انترافينوس بوتل اور باك تو ديليفر الفلويد انتو البيشنت ايه فين. فادي كده الوحده اهي او اللي بيسموها الانفيوجن سيت. وهنا في كنترولر بيسموها الدريب تشامبر. هنا دي اللي بتتحكم فيه كام نقطه في الدقيقه. فانا عندي هنا بيقول لك السيت مي بي ستاندرد بيسموها الماكرو دريب. ماكرو يعني ماكرو حاجه اكبر، مايكرو حاجه اصغر. فماكرو دريب يعني بيدي او المنظم ده بيعمل نقط كبيره في الحجم. فانا ممكن الواحد ملي يبقى مثلا يتقسم الى 15 دروب او 20 دروب. طيب لو انا جيت خليت الواحد ملي يتقسم الى عن طريق المنظم ده الى 60 دروب، فمعنى كده حجم الدروب ايه اكبر ولا اصغر؟ هيبقى اصغر. يبقى انا بخلي الدروب اصغر لان الواحد ملي هو نفسه الواحد ملي، يا اما قسمته على 20 دروب يا اما قسمته على 60 دروب. في حاله 60 دروب يبقى حجم الدروب صغيره جدا. ده طبعا بيستخدم المايكرو دريب دي في حاله البيدياتريك عشان يبقى عندي تحكم اكتر في الدوز اللي داخله جسمهم. بينما الستاندرد لو انا بتعامل مع ادلت فبيبقى من 10 ل 15 دروب لكل ملي. طبعا ده ناهيك عن تحكم بقى كام دروب بير مينيت. تمام. يبقى انا الاول بتحكم في حجم الدروب، انا عايزها الدروب تبقى قد ايه، ثم بعد كده بحدد كام دروب بير مينيت على اساس انا عايز اديله الجرعه بتاعته في خلال وقت قد ايه. طيب دخول السوليوشن ده للبادي بتاع البيشنت او كده عن طريق الايه الجرافيتي. يعني هو بالجرافيتي
عمال ايه بيبقى فيه بوشنج كده وينزل ويحصل عمليه التنقيط عن طريق طبعا المنظم دوت، لكن هو لازم يتعلق كده لفوق عشان يفضل ايه بالجرافيتي بينزل. لكن طبعا حديثا دلوقتي بيبقى الموضوع ده لا مش بس بيعتمد على الجرافيتي، بيبقى فيه الكترونيك فوليومتريك انفيوجن بامب، يعني في مضخه الكترونيك انا بظبط الريت عليها وبدخل بعض البارامترز كده عشان هو يظبط المعدل اللي هو بيسحب بيه. وطبعا انا ممكن الانفيوجن بامب دي كان بي كاليبريتد انها تو ديليفر مايكرو انفيوجن فوليوم، يعني كمان ايه تبقى فيري يعني ماينوت فوليومز زي مثلا 0.1 ملي في الساعه، يعني تخيل مش 1 ملي حتى 0.1 ملي في الساعه، او ان انا اخليها مثلا اكتر من كده بكتير تبقى 200 ملي بير اور، فديبندنج على الدراج بينج ادمنسترد والريكويرمنت اوف ذا بيشنت او احتياجات المريض. الالكترونيك كنترولرز كان بي يوز تو مينتين الديزايرد فلو ريت. وطبعا ممكن استخدم سمارت بامب اللي هي كان ريديوس طبعا الانترافينوس ادمنستريشن ايرورز باي فيرتشو اوف سوفت وير، طبعا بيبقى في سوفت وير مزوده بيه، وطبعا هنا الهيومن ما بيتدخلش كتير جدا، مجرد بس انه بيحط البارامترز الاساسيه وبيحصل اوتو كالكوليشن، والايرورز دي كان بي ريديوز طبعا عن طريق استخدام ايه باركودز معينه تو انشور ان الكوريكت ميديكيشن هو اللي بيروح للمريض. وايفن حتى يبقى في وايرلس تكنولوجي وتقدر البيشنت اقدر ان انا اتابعه حتى وانا مش موجود معاه في الغرفه فيزيكالي، عن طريق ان انا بتابع الريت اوف فلو، طبعا بيظهر لي اي انديكيشن لو في حصل اي مشكله في الريت اوف فلو، ايه هو الريميننج فوليوم للانفيوجن، فاضل له قد ايه ويخلص، يعني كل الحاجات دي حتى ممكن يحصل اوتوماتيك يعني شات داون او اوف لما يوصل خلاص الانفيوجن. فكل الحاجات دي بتبقى طبعا بتساعد، او التكنولوجي هنا بتساعد بشكل كبير. لو جينا اتكلمنا على انواع النيدلز ممكن تدخل او الكاثيتر، طبعا بتبروفايد ايه الانتري للانترافينوس فلويد، فعندي حاجات طبعا لارج وحاجات انترميديت وحاجات سمول نيدلز او كاثيتر. طبعا الانتري دي بتاعتها طبعا الحجم ده بيتحدد على حسب انا بتعامل مع ادلت او تشايلد او انفانت او نيونيت، الاطفال الخديجه او كده، والكلينيكال سيركمستانسز اللي انا شغال فيها. وطبعا كل ما تكون نارو كل ما هيكون طبعا السلور فلو ريت، يعني هيبقى معدل التدفق اقل بكتير جدا، وبتاخد طبعا لونجر بيريود اوف تايم. وممكن طبعا ان انا يعني الحاجه ديت تو بي انفيوزد او الدواء تو بي انفيوزد عن طريق الفينز اللي موجوده مثلا في الهاند او في الفور ارم، او ممكن يبقى سب كلافيان فين هنا، او ممكن يبقى جوجلر في النك او في السكالب في فروه الراس او كده، لو انا بتعامل مثلا مع بريماتيور نيونيتس او كده. فيعني a lot of methods to administer الدراج دوت. طيب الانترافينوس انفيوجن may be continuous or intermittent، يعني ممكن يبقى مستمر وانا حاطه على محلول مثلا لمده طويله، او intermittent ان هو لكل 6 ساعات مثلا ياخد جرعه معينه وبعدين بوقف الانفيوجن وارجع تاني مثلا اديله الجرعه الثانيه والثالثه والرابعه وهكذا. في الكونتينوس انفيوجن لارج فوليوم اور فلويدز مثلا من 250 ل 1000 مللي with او without drug are run into الفين uninterrupted، بيبقى ماشي على طول مستمر. whereas الانترميتنت انفيوجن are administered during the scheduled period زي ما احنا قلنا او وضحنا. في حاجه برضو من ضمن الحاجات اسمها اي في بوش، اي في بوش او بيسموها البولس دوز، ان انا اديله ميديكيشن على مدى مثلا من دقيقه ل5 دقائق عشان بس ارفع الليفل بتاع الميديكيشن ده في البلاد مره واحده، وعشان يؤدي وظيفه معينه. يجوز ان ده يكون لايف سيفنج دراج عايز اديهوله عشان بس امينتين او ان انا اوصله مثلا لليفل معين، وبعدين خلاص امشي بقى بانترافينوس انفيوجن بطيء وكده مفيش مشكله، بس الاول اديت الافكت اللي انا عايزها بشكل سريع وبعدين بكمل. طيب احنا قلنا الانترافينوس انفيوجن والحاجات دي بتستخدم فين؟ موست بروبابلي في طبعا الكريتيكال كير او اللي هي بيسموها العنايه المركزه الانتنسيف كير. البيشنت طبعا هنا بيبقى الكونديشنز بتاعته لايف ثريتنينج خلاص، وريكوير كومبرهنسيف كير وكونستانت مونيتورنج من الاستاف اللي موجود، فطبعا بيسموها انتنسيف كير يونت او كريتيكال كير يونت او انتنسيف تريتمنت يونت، فبيسموها اي سي يو او سي سي يو او اي تي يو. تمام. وطبعا الاستاف اللي موجود هنا بيبقى فيري ويل كواليفايد ستاف عشان يقدر يتعامل مع الحاجات دي. طبعا كده خدنا مقدمه بس بشكل سريع عن الموضوع او التوبيك اللي احنا بنتكلم فيه والمعلومات اللي حواليه. تعالوا بقى ندخل في حل المسائل ونمرن نفسينا الحاجات ممكن تيجي ازاي. فهنا بيقول لك مثلا اول مساله how many grams of dextrose او صوديوم كلورايد used to prepare 250 مللي خلاص bag of D5 have NS for intravenous infusion. طيب احنا عندنا هنا مفتاح الحل ان انا افهم دي عباره عن ايه. D5 have اهي D5 have NS. الدي 5 معناها ايه؟ معناها 5% ديكستروز. طيب والهاف ان اس معناها ايه؟ معناها 0.45% صوديوم كلورايد، صح كده؟ طيب هو ناخد اول واحده، هو عايز ده بيقول لك 5%، فانت بيقول لك هتحط كام جرام عشان تحضر 250
250 مللي باج. طيب انا عارف ان ال 5% معناها ايه؟ معناها 5 جرام ل 100 مللي. ده بقى من الايه؟ من الاساسيات اللي احنا عارفينها. طيب انا عايز احضر 100 مللي ولا 250؟ انا عايز احضر 250 مللي، يبقى على طول ايه؟ اكس جرام. نفس الكلام هنا ال 0.45 دي بفكها، ال 0.45 دي معناها 0.45 جرام لكل 100 مللي، فانا عايز احضر 250 مللي، يبقى انا عايز احضر اكس جرام. بحسب هنا الاكس كذا والاكس كذا ويطلع لي الناتج مباشره. فاول واحده دي بيطلع لي 12.5 جرام، والثانيه دي بيطلع لي 1.125 جرام. طيب نيجي للسؤال الثاني. هنا بيقول لي كالكوليت الملي ايكويفالنت اوف صوديوم والملي مولز اوف ديكسترون في الاباف سوليوت. فهو عايز يعرف ده في كام ملي ايكويفالنت. طيب احنا عارفين الاول ال1 ملي ايكويفالنت من الصوديوم كلورايد بيساوي الموليكولار ويت بتاعه بالملي جرام، والكلام ده احنا خدناه قبل كده لما شرحنا الملي ايكويفالنت، وخدناها برضو على محاضرتين، هسيب لكم برضو الرابط بتاعها هيظهر لكم فوق. طيب ال1 ملي ايكويفالنت صوديوم كلورايد بيساوي ايه؟ بيساوي 58.5 ملي جرام من الصوديوم كلورايد. جميل. طيب هل انا هحوزن 58.5 ملي جرام ولا انا محتاج من الصوديوم كلورايد؟ هنا الصوديوم كلورايد اهو محتاج منه ايه؟ 1125 ملي جرام. انا حولت طبعا ديت بالجرام ضربتها في 1000 عشان احولها ايه؟ لملي جرام عشان يبقى كله نفس الايه؟ نفس الوحده. فدي تكافئ اكس ملي ايكويفالنت من الصوديوم كلورايد. هعمل كروس مالتيبليكيشن هيطلع الناتج ان دي بتساوي 19.2 ملي ايكويفالنت. تمام. نفس الكلام هعمله في الملي مول. بيقول لك كام ملي مول اوف ديكستروز. انا برضو عارف ان ال1 ملي مول من الديكستروز بيساوي الموليكولار ويت ان ملي جرام، فبيساوي 180.16 ملي جرام من الايه؟ من الديكستروز. طبعا لازم اكون عارف الموليكولار ويت بتاع الماده ديت. طيب يبقى انا هاخد بقى 180.16 ملي جرام ولا هاخد قد ايه؟ هاخد 12.5 جرام. برضه هحولها هضربها في 1000 عشان تبقى بالملي جرام، هتبقى 12500 ملي جرام من الديكستروز. يبقى كده انا فاضل لي ايه؟ مجهول واحد اللي هو كام ملي مول من الديكستروز. هو ده اللي انا عايز احسبه. هعمل كروس مالتيبليكيشن هتطلع الكميه بتساوي 69.4 ملي مول من الديكستروز. تمام كده؟ يعني as simple as. طيب نيجي المساله الثانيه. بيقول لي عندك pharmacist prepared a liter of 15% dextrose solution in sterile water for injection using dextrose injection 700 ملي جرام لكل ملي. How many milliliter of injection were required؟ يعني هو هنا الصيدلي بيعمل ايه؟ هو عايز يحضر لتر 1000 ملي تركيزهم 15%. جميل كده؟ وهو ما عندوش ديكستروز يوزنه، فراح ياخد من امبول موجود عنده، والامبول دوت فيه عباره عن 700 ملي جرام لكل ملي. فهو بيقول لك هو خد كام ملي من الامبول دوت، او هيحتاج كام ملي من الانجكشن اللي موجود عنده. طيب الاول بمنتهى البساطه، مش هو بيحضر 15 عايز يحضر 15%؟ خلاص يعني ال 15 دي يعني 15 ايه؟ 15 جرام لكل ايه؟ 100 ملي. مش ده التركيز اللي هو عايز يوصل له؟ طيب هو عايز يحضر الفوليوم بتاعه قد ايه؟ عايز يحضر 1000 ملي، مش هو عايز يحضر 1 لتر اهو. يبقى الكميه اللي هيحتاجها قد ايه؟ اكس جرام. هنحسب الاكس دي هتطلع 150 ايه؟ جرام. يعني هو محتاج 150 جرام. حلو كده؟ طب ال 150 جرام دول بالملي جرام قد ايه؟ طب ليه بنحولها بالملي جرام؟ عشان بعد كده اعرف هسحب من دي قد ايه. ما دي الكونسنتريشن بالملي جرام، احنا قلنا لازم اليونت تبقى واحده، فدي عباره عن 150,000 ملي جرام. جميل. يبقى هو محتاج ايه؟ محتاج كميه من الانجكشن ده فيهم 150,000 ملي جرام. طب تعالى يبقى كده احنا عملنا ايه؟ دي اول بروبورشن، ده البروبورشن رقم 1. البروبورشن رقم 2 عباره عن ايه؟ بيقول لك والله انا عندي 700 ملي جرام لكل ايه؟ 1 ملي. طب انا عايز كام ملي جرام؟ عايز 150,000. هحطها هنا ولا هنا؟ احطها هنا طبعا، الملي جرام تحت بعضه. يبقى 150,000 ملي جرام هلاقيهم في اكس ملي. هحسب الاكس هنا بتطلع 214.3. تمام كده؟ طيب ندخل على المساله اللي بعدها. هنا بيقول لي calculate total drop في in the delivery of 250 ملي of infusion using the following administration set. ف 15 دروب لكل ملي، 20 دروب لكل ملي، 60 مايكرو دروب لكل ملي. تمام. فهو بيقول لي عايز ايه؟ عايز التوتال نمبر اوف دروب، كام نقط كله. طيب انا هعمل ديليفر لقد ايه؟ 250 ملي. وهنا بيقول لي انا عندي الست اللي هي الست اللي هي يعني ايه؟ الوحده اللي انا بستخدمها، او اللي هي المنظم ده. خلاص كلها كده الرابطه بتاعتها كلها بيسموها ادمنستريشن سيت. فبيقول لك عندي بالديليفر 15 دروب بير ملي، يعني الملي بيقسموا على 15 دروب. طب انا عندي كام ملي؟ 250. يبقى دول هيديني كام دروب؟ تمام. فانا عندي سمبل بروبورشن العادي ان انا عندي ال1 ملي بيتقسم الى 15 دروب، يبقى عندي ال 250 ملي اك دروب. خلاص. او ان انا بضرب على طول 250 ملي في ال 15. خلاص. لان انا عندي دي متقسمه بير 1 ملي. انت عارف امتى ممكن احتاج اعمل البروبورشن بالشكل ده؟ وقال لي مثلا 15 دروب بير 2 ملي مثلا، او مثلا 80 دروب بير 4 ملي. فانا عشان كده هضطر اعمل البروبورشن بالطريقه دي. لكن هنا ممكن اضرب على طول لان هو جايبها لي بير ملي. فيبقى ال 250 في 15 هتطلع كام؟ ادي اول حاجه. يبقى اول واحده 250 في 15. طب
الثانيه هتبقى ال 250 في كام؟ في 20. طب والثالثه هتبقى ال 250 مللي في كام؟ في 6. يبقى انا كده ايه بمنتهى البساطه بجيب كام دروب في كل واحده. فاول واحده بتطلع 3750 دروب، وتاني واحده بتطلع 5000 دروب، وتالت واحده بتطلع 15000 دروب. نيجي بعد كده for each of the above، لكل واحده بقى من اللي انت حسبتها فوق calculate the number of drops delivered each minute. خلاص كل دقيقه if the infusion is to last 2 hours، يعني الانفيوجن ده هيقعد ساعتين كاملين، فهو عايز يعرف كل منت هياخد كام دروب. فبمنتهى البساطه احول ال 2 hours دول انتو ايه minute، فانا عندي 2 hours في 60 يعني 120 ايه minute. هاجي لكل واحده هقسم 3750 على 120 هيديني كام دروب بير مينيت. ونفس الكلام هنا هتبقى ال 5000 على ال 120 وعندي ال 15000 على ال 120 هيطلع عدد الدروب في كل واحده. الاولى هتطلع 31 دروب بير مينيت، والثانيه هتطلع 42 دروب بير مينيت، والاخيره هتطلع 125 مايكرو دروبس. بنسميها بقى مايكرو دروبس لان الريت بتاعها طبعا هو الريت بتاع البيدياتريك اللي هو 60 دروب بير مينيت، فهتبقى 125 مايكرو دروب بير مينيت. تمام كده؟ يبقى ده كده الايه الطريقه اللي احنا بنتعامل بيها. اتس سمبل بروبورشن، ما فيهوش اي حاجه بتحلها بطريقه منطقيه تعتمد في الاساس على البروبورشن اللي احنا اتعلمناه مرارا وتكرارا. طيب هنا بيقول لك ايه؟ طبعا في طريقه ثانيه للحل ان انت تحل بالدايمنشنال اناليسيس، ودي حليناها كذا مره قبل كده، ان انت بتحط في خطوه واحده اللي انت عايزه. يعني فور اكزامبل لو انا بتكلم على واحده منهم وليكن دي، خلينا ناخد المثال ده، هو عايز يعرف كام مايكرو دروبس بير مينيت. طب انا بادي منين؟ خليني هبدا من فوق خالص. الجيفن اماونت اولا لازم احط قبل الجيفن اماونت لازم احط ايه؟ لازم احط الوحده اللي هو عايز يوصل لها، الديزايرد يونت. فانا عندي الديزايرد يونت لان دي اللي هتجايد مي، دي اللي هترشدني. فانا عندي الديزايرد يونت بيقول لي ايه؟ بيقول لي هو عايز يعرف كام دروب بير مينيت. يبقى لازم اللي فوق يعني الوحدات. طبعا انا هقعد اعمل كونفرجن فاكتورز وعمليه تحويلات عشان في النهايه هيتفضل لي الدروبس فوق والمينيتس تحت. متفقين؟ يبقى انا كده ايه ده اللي هيجايد مي. تعالى بقى هنا ايه الجيفن بالنسبه لي؟ اول حاجه مديها لي ان هو عنده 250 مللي. جميل. ومديني ايه كمان؟ خلينا ناخد ديت بقى. خلاص يبقى عندي اللي هي 60 دروب لكل ملي، يبقى هضرب فيه. طيب ال 60 دروبس لكل ملي هحط الملي فوق ولا الملي تحت؟ لا الملي يبقى تحت. يعني انا ممكن اعملها كده 60 دروب خلاص لكل 1 ملي لتر، او ان انا اعملها العكس، ان انا اخليها ايه العكس، تبقى 60 دروبس فوق لكل 1 ملي لتر. ما انا الكونفرجن فاكتور انا حر احطه بالطريقه اللي انا عايزها، يا فوق يا تحت. يعني اخلي يعني مثلا ال1 اور فيها 60 مينت، ممكن احط ال1 اور تحت وال60 مينت فوق، او العكس عكسهم. طب ليه انا بعمل كده؟ انا بعمل بحيث ان انا اعمل عمليه الاختصار. خلاص يعني انا عايز اتخلص من الملي، انا الوحده النهائيه او اليونت النهائيه فيها ملي ما فيهاش، يبقى لازم الملي يتم ان انا اختصر الملي مع الملي. فاذا كان هنا الملي فوق يبقى لازم الملي هنا يبقى ايه؟ يبقى تحت. يبقى دي هتروح مع ديت. تمام كده؟ تمام. الدروبس موجوده زي ما هي. فاضل لي ايه؟ فاضل لي الحاجه اللي فيها مينت. طيب ال 250 مللي دول عايز يديهم على وقت قد ايه؟ عايز يديهم على 2 اورز. خلاص يبقى ال 250 مللي على 2 اورز، يعني 2 اورز دول تحت. ليه 2 اورز تحت؟ لان هو دي متقسمه على 2 اورز. خلاص يبقى 1 على 2 اورز. طيب انا عايزها بالاورز ولا عايزها بالمينت؟ انا عايزها بالمينت، يبقى في كونفرجن فاكتور اللي هو الاور 2 مينت. طيب هنا انا المينت ايه؟ تحت، يبقى اكيد هعمل ال1 اور بتساوي 60 مينت، يبقى ده الكونفرجن فاكتور اللي المفروض ان انا احط. ليه بقى؟ عشان الاور هنا هتروح مع الاور هنا، والمينت هي اللي هتفضل، الملي هنا راح مع الملي هنا. كده فاضل عندي ايه في اليونت؟ عندي دروب، وهنا عندي ايه؟ مينت. تعالى بقى نعمل الكالكوليشن بتاعتنا. 250 في 60 تطلع كام؟ تطلع 15000، وتحت 2 في 60 تطلع ايه؟ 120. حاصل اسمه الكلام دوت اللي هي 125 مايكرو دروب بير ايه؟ بير مينت. خلاص يبقى انا كده عملتها في خطوه واحده. اللي يتلخبط من الطريقه ديت يمشي بطريقه البروبورشن العادي، خطوه خطوه. طالما انت بتمشي بطريقه منطقيه هتوصل لنفس الحل. اللي مش بيتلخبط بالطريقه دي وبيحس انها اسهل ويخلص كله في مره واحده، وعنده حته اليونت يقدر ان هي تو جايد هيم حته الكانسليشن لليونتس عشان يوصل لليونت اللي هو عايزها ومش هتلخبطه، خلاص دو ات ان ذيس واي وتاخد الايه المساله كلها في مره واحده. فاتس اب تو يو. طيب انا مش كل مساله بقى هقعد احلها ايه بالدايمنشن اناليسيس عشان نختصر وايه والحلقه ما تطولش، فانا عرفتها لك مره تقدر تطبقها اي مره، وتقدر ترجع للكتاب هتلاقي شارح موضوع الايه الدايمنشن اناليسيس، فلو قريتها بنفس الطريقه اللي انا شرحتها لك بيها هتفهم كل حاجه، هتبقى الدنيا بالنسبه لك. طيب بيقول لك a rural patient is being transported by ambulance to a hospital 3 hours away. a rural patient يعني مش من سكان المدينه، عايز ينقله للامبولانس بالاسعاف ولمستشفى تبعد عنه 3 ساعات. يبقى اذا هو بيقول لك هنا افهم من الموضوع ده ايه؟ لو علق له محلول هيقعد المحلول ده شغال ايه؟ 3 ساعات. during transport البيشنت is to be infused ب 750 مللي of normal saline injection. في خلال 3 ساعات هيديله 750 مللي. for each delivery set calculate a rate of
له ان دروب بير مينيت، ومديله برده 15 و20 و60. احنا هنا ممكن نطبق على طول المثال اللي احنا لسه عاملينه بالدايمنشن اناليسيس في خطوه واحده. فهاخد ال 750، هو عايز كام دروبس بير مينيت، لان دي نفس المثال بالظبط. فهنا عندي ال 750 مللي على مدى 3 اورز خلاص. والكلام دوت طبعا عايز بقى كام دروبس بير مينيت. فانا عندي اول حاجه لو جينا خدنا ديت اللي هي 15 دروب لكل 1 مللي خلاص. وعندي طبعا هنا مش هحط بقى 2 اورز، هنا اوريدي حطيتهم انا هنا اللي هي 3 اورز. في الحاله ديت انا عندي ال 1 اور خلاص فيها 60 مللي، هتروح الاور مع الاور، وهنا طبعا دي الملي دي هتروح مع دي، يبقى هيديني ال 750 في 12 على 180. دي هتطلع 63 دروب بير مينيت. نفس الكلام لو انا طبقت المثال دوت بنفس الارقام، ما عدا ديت بدل 15 هتبقى 20 دروبس لكل 1 مللي، والمره الثالثه هتبقى 60 دروبس لكل 1 مللي. وهكمل نفس الكالكوليشن هنا وهنا. دي هتطلع 83 دروبس بير مينيت، ودي هتطلع 250 مايكرو دروب بير مينيت خلاص. يبقى كده طريقه الحل ولا اسهل من كده. طيب بيقول لك compare number of drops with length of time in minute required to deliver 50 مللي of intravenous solution when using micro drip set at 60 drops per ml and standard administration set at 15 drops per ml if in each case one drop is to be administered per second. يعني هو بيقول لك هنا احسب لي التوتال نمبر اوف دروبس لو انا هستخدم 60 دروبس بير ميل او هستخدم 15 دروبس بير ميل، واللينث اوف تايم ان مينيت هتاخد وقت قد ايه تو ديليفر كام 50 مللي اوف انترافينوس سوليوشن. يعني هو عايز توتال انترافينوس سوليوشن 50. طيب لو انا جيت باللي هي 50 اللي هي 60 دروب بير ام ال، انا عندي كام؟ انا عندي 50 مللي خلاص. يبقى هضرب دي في 50 هيديني كام دروب عشان احسب عدد دروب؟ يبقى تطلع 3000 دروب. يبقى ده كده ال 3000 دروب دول عايز يعرف هياخدوا وقت قد ايه. تمام، عايز يعرف هياخدوا كام مينيت. طيب هو بيدي كام دروب في الثانيه؟ 1 دروب بير سكند. يبقى انا اذا كانت 1 دروب بير سكند، يبقى انا عايز اعرف في ال 60 سكند المفروض هيدي قد ايه. يبقى في ال 60 سكند المفروض هيدي قد ايه؟ هيدي 60 دروب. ويبقى كده دي عدد الدروبس اللي موجوده في الدقيقه الواحده. فهاجي هقسم دوت على 60 عشان اشوف هيديني كام دقيقه. يبقى 300 على 6 هتطلع 50 مينيت. ده بالنسبه للي هو 60 دروبس. لو جينا طبقنا نفس الكلام على اللي هي ال 15 دروبس بير ام ال، دي هنضربها في 50 مللي هتديني 750 دروب. نفس الكلام انا هقسم على 60 دروب اللي هي بير مينيت، لان انا عندي 60 دروب في المينيت. هقسم دي على دي 75 على 6 هتساوي 12.5 مينيت. نفس الكلام اللي احنا عملناه ده نقدر نعمله بالدايمنشنال اناليسيز في خطوه واحده. طيب نيجي لموضوع تاني اللي هو بيقول لك الانترافينوس بوش او اي في بي. تمام، اتكلمنا عليها دي برضو. قلنا الرابيد انجكشن اوف انترافينوس ميديكيشن في حاله الامرجنسي او كريتيكال كير سيتويشن از تيرمد اي في بوش، اللي هو بيديله دفقه من الدراج مره واحده في خلال دقيقه ل5 دقائق على حسب نوع الدراج، عشان يعلي نسبه الميديكيشن ده في البلاد بتاعه. فبيسموها دي بولس دوز او جرعه كده يعني مبدئيه ياخدها عشان ترفع المستوى ده وتسيف البيشنت لو كان عنده مشكله معينه. طيب for the most part drug administered by IV push are intended to quickly control the heart rate. ممكن يبقى دراج هدف ان هو يتحكم في ضربات القلب، يسرعها يبطئها عشان ما يجروش مثلا كاردياك تاك او كده، او اللي يتحكم في البلاد بريشر او في الكاردياك اوتبوت او ريسبيريشن او other life threatening condition. الانترافينوس push medication frequently administered in a short time، قلنا من دقيقه ل5 دقائق، لكن slowly enough so as not to cause a too rapid effect. يبقى بالطريقه برضو ببطء، يعني في خلال ال5 دقائق بس معدل يتحكم فيه عشان برضو ما يعرضش الجسم لصدمه او لكميه معينه تعمل مشكله او تعمل فيسيولوجيكال ريسبونس عنيف مره واحده، البيشنت يحصل له كومبليكيشن او يتعرض لخطر. وين فيزابل لما يكون طبعا متاح تعمل diluted injection rather than highly concentrated one. يعني فبدل ما تدي اللي هي الاي في بوش ديت بتركيز عالي، لا اعمل دايلوشن للانجكشن بتاعك احسن. فمثلا ان ندي الدراج في تركيز 1 ملي جرام بير ام ال احسن ما ادي 5 ملي جرام بير ام ال. تمام، ودي طبعا عشان يبقى سيفتي بريكوشن، عشان برضو المريض زي ما قلنا نقلل تعرضه لكميه مفاجاه من الدراج مره واحده. If the medication is administered via administration set, a second injection of saline may be used to flush or help push the medication into the bloodstream. يعني لو انت مدخله عن طريق مثلا ست تانية او سكندري ست زي قلنا الاي في بيجي باك مثلا او كده، انت ممكن تعمل فلاشنج بسرنجه زي كده عشان تساعد ان الكميه تروح على طول into the bloodstream، ما تبقاش بطيئه او لسه موجوده في الانفيوجن ست، لا فبتعمل فلاشنج عشان تزقها وتوصل للبلاد ستريم في اسرع وقت. طيب تعالوا ناخد هنا
برضو بعض المسائل. physician order enalaprelate 2 ملغ IVB for a hypertensive patient. A pharmacist deliver several 1 ml injection each containing 1.25 ملغ of enalaprelate. فبيقول لك how many milliliter of injection should be administered. طيب هو الدكتور عايز يديله قد ايه؟ الدكتور عاوز يديله 2 ملغ. طيب والصيدلي عنده ايه؟ عنده 1 ملي انجكشن، يعني السرنجه او الامبول مثلا فيها 1 ملي وكميه الدراج 1.25 ملغ، يعني ممكن اقول 1.25 ملغ موجودين في كل 1 ملي. طب الدكتور عايز يديه قد ايه؟ 2 ملغ. يبقى ال 2 ملغ دول هلاقيهم في اكس ملي، سمبل بروبورشن، ما فيهاش اي تعقيد. الاكس دي هتطلع 1.6 ملي. يبقى انا هاخد من واحده مثلا امبول هاخد منها 1 ملي هسحبه كله خلاص، ومن امبول ثانيه هاخد 0.6 ملي. اكمل بقى، اكمل الكميه اللي انا ايه عايز. طيب physician order ميدازولام هيدروكلورايد برضو 2 ملغ اي في ستات دي احنا خدناها قبل كده زمان في كتابه البريسكريبشن، الاختصارات او اللي هو ترجمه الانتربريتيشن اوف ميديكيشن اوردر. قلنا ستات دي معناها ايه؟ immediate، يعني في التو واللحظه او في الحال. A pharmacist deliver a vial containing midazolam hydrochloride 5 ملغ لكل 1 ملي. ده تركيز الدراج في الايه في الامبول دي. فبيقول لك هياخد منه كام مليلتر تو بي ادمنستر للمريض دوت. نفس الكلام انا عندي 5 ملغ اهي لكل 1 ام ال. الدكتور هيديله كام؟ عايز يديله 2 ملغ، دول هلاقيهم في ام ال. هيحسب الاكس دي بالكروس مالتيبليكيشن تطلع 0.4 ام، يبقى ياخد 0.4 بس من السرنجه دي، والباقي طبعا يعمل له ديسكارد او يرميه. طيب بيقول لك الجنرال جايد لاينز ان تريتمنت اوف سيفير diabetic ketoacidosis include an initial bolus dose of 0.1 ل 0.4 unit of insulin. يعني هو المفروض يديله 0.1 ل 0.4 يونت من الانسولين لكل ايه؟ لكل كي جي اي في بي اللي هي انترافينوس بوش، فولود باي انسولين دريب. بعد كده يبدا ينقط له بقى الايه؟ الانسولين. فبيقول لك كالكوليت البولس دوزج رينج فور 200 باوند بيشنت. البيشنت ده ايه؟ وزنه 200 باوند. طيب انا مفتاح الحل عندي هنا خلاص في ديت، بس الاول عشان انا شغال هنا بالكي جي فلازم البيشنت ده يبقى الايه الوزن بتاعه بالكي جي. فانا عندي ال 200 باوند دول عشان احولهم الى كي جي هعمل ايه؟ بنقسم على 2.2. خدنا الكلام ده ايه قبل كده كتير. فهيطلع وزنه عباره عن 90.9 كي جي. طيب اذا كان هو بياخد من 0.1 يونت لكل كي جي، يعني ال 0.1 دي في 90.9 خلاص، ده اللور رينج او اللي هو اللور اند، يعني او اقل كميه في الرينج دوت. والاعلى او اللي هي الابر اند بقى 0.4 في 90.9. هنا هيطلع لي اول واحده عباره عن 9.09 يونت، وهنا هياخد 36.36 يونت. يبقى ده ايه الكميه اللي هو محتاجها او الرينج، يعني من كذا لكذا according للوزن. طيب تعالوا نكمل هنا في المسائل الثانيه. calculate daily infusion volume of dextrose 10% to be administered to a neonate weighing 3 باوند 8 ounce on the basis of 60 ملي per kg per day. طيب الاول وزنه النيونيت او الطفل الرضيع دوت. طبعا هنا نفس الحسابات تقريبا، بس انا عشان شغال بيدياتريك انترافينوس انفيوجن فانا بعتمد على الوزن بتاعهم. فبنقول ال 3 باوند وال 8 اونس دي عباره عن ايه؟ بالباوند دي عباره عن طبعا ال 1 باوند فيه حوالي 16 اونس، فانا عندي دي عباره عن 3.5 ايه باوند. لو انا عايز احولها لكي جي هقسم على 2.2، المفروض الكلام ده هيطلع لي 1.59 او 1.6، نقدر نقول 1.6 ايه كي جي. يبقى ده وزنه الطفل. طيب هو بيقول لك ايه؟ بياخد 60 ملي خلاص بير كي جي بير داي. فبيقول لي احسب لي الديلي انفيوجن فوليوم. فهنا هو بياخد 60 ملي بير كي جي، يعني اذا كان 60 ملي لكل 1 كي جي، طب هو 1.6 كي جي يبقى هياخد ايه؟ اكس. المهم ممكن نضرب على طول، يبقى 60 ديت اصلا طالما لكل كي جي يبقى هضرب في الوزن اللي هو 1.6 هيطلع عندي بيساوي 96. يبقى ده الديلي انفيوجن. المساله الثانيه بيقول لي using an administration set that deliver 60 drops per ml at 20 drops per minute calculate the total time for the above infusion. يعني انت لو استخدمت اللي هي 60 drops per ml دي ومعدل 20 drops per minute calculate الايه التوتال تايم. فهو عايز التوتال تايم. طيب كويس قوي، انا عندي التوتال فوليوم كام؟ 96 ملي خلاص. عايز اعرف دول كام دروب. فانا عندي اصلا الانفيوجن ست عباره عن كل 1 ملي بتقسمه ل 60 دروب، يبقى 96 دول هيبقوا كام؟ يبقى هعمل ال 96 هضربهم في ال 60 هيطلع التوتال 5760 دروب. طيب هو عايز يعرف كام منت. اذا كان انا
بدي 20 دروب لكل مينت، هقسم دول على 20 هيديني عدد المينتس عباره عن 288 مينت. يبقى ممكن اكتبها كده او ان انا احولها لاورز، فممكن هتطلع 4 اور و48 مينت، يعني ممكن اكتبها بالطريقه دي او بالطريقه. طيب الجنتاميسين سلفيت هنا 2.5 مللي جرام بير كي جي is prescribed for 1.5 كيلو جرام نيونيت. جميل. فبيقول لي احسب الدوز of the drug when the drug is placed in 50 مللي اي في باج، الفلو ريت in مللي بير مينت if الانفيوجن is to run for 30 minutes. تعال ناخد حاجه. اول حاجه هو عايز الدوز. طيب انا عندي المفتاح الحلي هيبدا من هنا، انا عندي هو 2.5 مللي جرام لكل كي جي. طب هو وزنه قد ايه؟ 1.5، يبقى هضرب فيه 1.5 على طول. تمام. هتطلع الجرعه بتاعه الطفل ده عباره عن 3.75 مللي جرام، يبقى ده التوتال اللي هو هياخده. طب لو هو خد ال 3.75 مللي جرام دول، خدهم وحطهم في ال 50 مللي باج خلاص. فبيقول لي الفلو ريت احسب الفلو ريت ان مللي بير مينت لو الانفيوجن از تو ران فور 30 مينت. جميل. يبقى انا عندي عباره عن 50 مللي، ده التوتال فوليوم اللي عندي على 30 دقيقه، هيطلع كام مللي بير مينت؟ هتطلع 1.67 مللي بير مينت. جميل. بعد كده المساله الثانيه بيقول لي بيقول لي نيونيت بورن ات 32 ويك جيستيشن، في الاسبوع ال 32 من الحمل، وزنه عباره عن 2005 جرام and is transferred to the hospital neonate intensive care unit with a diagnosis of sepsis. راح للعنايه المركزه وفي diagnosis of sepsis او في خراج. among the physician orders are aminophylline 5 مللي جرام لكل كي جي intravenous Q6 hour يعني او كل 6 ساعات، وسيفوتاكسيم 50 مللي جرام بير كي جي كل 12 ساعه، and vancomycin 10 مللي جرام بير كي جي كل 12 ساعه. فهو عايز ايه هنا؟ السؤال بيقول لي هنا اول حاجه احسب لي الانيشال دوز اوف ايتش دراج ان مللي جرام، احسب الانيشال دوز بتاعت كل دراج في الملي جرام. جميل. طيب انا عندي دلوقتي مفتاح الحل هيبدا من الجرعه، فانا عندي الامينوفيلين مثلا، الامينوفيلين عباره عن 5 مللي جرام بير كي جي. طب وزن الطفل ده قد ايه؟ عباره عن 2005 جرام اللي هي بالكيلو جرام هنقسم على 1000 يعني 2.005 كي جي، يبقى ده كده اول واحد. طب الدراج الثاني السيفوتاكسيم عباره برضو ال 50 بقى ملي جرام لكل كي جي، دول هنضربهم في وزن الطفل اللي هو 2.005 كي جي. واخر دراج اللي هو الفانكومايسين كذا بتساوي ايه؟ بتساوي ال 10 مللي جرام لكل كي جي، هضربهم في 2.005 كي جي. هحسب كل واحده، الاولى هتطلع بتساوي 10 مللي جرام، الثانيه بتساوي 100 مللي جرام، والثالثه بتساوي 20 مللي جرام. خلاص يبقى كده انا جاوبت اول نقطه. ثاني مطلوب بيقول لي ايه في الامينوفيلين انجكشن اللي هو 25 مللي جرام بير مللي از افيلابل. يعني هو لما جه بقى انا عرفت مثلا الامينوفيلين انا محتاج 10 مللي جرام، خلاص ده لوزن الطفل. هو بيقول لك اللي موجود عندي 25 مللي جرام بير مللي از افيلابل، هاو ماني ملليلتر اوف انجكشن شود بي ادد، يعني اسحب من السرنجه دي قد ايه عشان اضيفه ل 100 مللي كونتينر اوف ديكستروز 10% فور انترافينوس فيوجن. طيب انا عندي دلوقتي انا محتاج قد ايه؟ قلنا محتاج 10 مللي جرام، والسرنجه دي او الامبول دي فيها قد ايه؟ فيها 25 مللي جرام لكل مللي، يبقى 25 مللي جرام اهي لكل 1 مللي. طب انا محتاج قد ايه؟ انا محتاج 10 مللي جرام، يبقى هلاقيهم في مللي، هعمل كروس مالتيبليكيشن، الاكس دي هتطلع بتساوي 0.4 مللي. تمام. طيب في ناس بقى ايه وهي بتحل تبقى لطيفه جدا، يقول لك ايه انا اي رقم في المساله انا لازم استغله، يعني اكيد داخل معايا في الحل، فيدخل ال 100 مللي دي في الحل. ديكستروز 10% يبقى ديكستروز 10% يبقى 10%، يعني 10 جرام لكل 100 مللي. بتعمل ايه؟ الحاجات دي لازم تتحل بالمنطق. انا دي ما جيتش جنبها خالص ولا محتاجها منك في المساله. انا كل اللي بقوله لك ان انت هتحط من الامبول دي تسحب كميه دراج قد ايه عشان تحقنها في اللي هي ازازه الدكستروز اللي هي تركيزها 10% اللي هي حجمها 100 مللي، حجمها 100 مللي، حجمها 1000 مللي، حجمها 500، اي دونت كير، تركيزها زي ما يكون، طالما انا ما طلبتش ان انت تعمل دايلوشن او تدخلها في الحسابات باي شكل من الاشكال، اعتبر انها مش موجوده في المساله، اعتبر ان انا بقولها لك كمعلومه. مش كل معلومه موجوده في المساله لازم، او كل رقم موجود في المساله لازم يدخل معايا في الكالكوليشن. احتاجته بدخله، ما احتاجتوش خلاص. فامشي بالمنطق هتلاقي نفسك بتعرف تحل المساله بطريقه كويسه جدا. طيب 4 day old neonate born at 35 weeks gestation ووزنه 2210 جرام، prescribed gentamicin كذا 60 مللي جرام of intravenous infusion is prescribed gentamicin 4 مللي جرام لكل كي جي in 60 مللي بير كي جي of dextrose 10 W اللي هو 10% يعني for intravenous infusion. if a pediatric injection contains gentamicin 10 مللي جرام بير ملي، how many milliliter of injection and D10W should be administered. خلي بالك هنا بقى سألني في الايه، في الدي 10W ديت، يعني الاول ايه ما كانش سألني فيها، فتعال نبص نشوف احنا ممكن نعمل ايه. فهنا تعال نحلها. اول حاجه الجنتاميسين
جنتامايسين عباره عن 4 مللي جرام لكل ايه، لكل كي جي. حلو كده. طيب يبقى انا عندي وزنه قد ايه؟ وزنه عباره عن 2.21 كي جي. حولته بقى، قسمت على 1000 عشان احوله لكي جي، يبقى هضرب دي في دي هيديني كميه الجنتامايسين اللي هو محتاجها. هتطلع كميه الجنتامايسين 8.84 مللي جرام. ادي كده جبت اول ايه، اول حاجه اللي هي الجنتامايسين، بس جبت الكميه كويت. هو بيقول لي هي هو مني ايه، ملي لتر، فبيقول لي هتاخد كام ملي لتر من الانجكشن اللي عندك اللي هو تركيزه 10 مللي جرام لكل ملي. طب انا عايز 10 مللي جرام ولا عايز 8.84 مللي جرام؟ انا عايز 8.84 مللي جرام. خلاص، فانا عندي 10 مللي جرام لكل ايه، 1 ملي، يبقى ال 8.84 مللي جرام هلاقيهم في اكس ملي. خلاص، تطلع الاكس دي بتساوي كام؟ دي في دي على 10 هتطلع بتساوي 0.84 او 884 ملي، او اللي هي 0.9 ملي. خلاص، يبقى كده انا جبت الجنتامايسين ككميه كوزن دراج، خلاص، او جرعه دراج، وجبتها هلاقيها في كام ملي من الفايل اللي عندي. طيب السؤال الثاني بيقول لي 60 ملي بير كي جي اوف ديكستروز 10%، فبيقول لي انت هتاخد برضو ايه، كام ملي منه؟ طب انا عندي اصلا كل كي جي بياخد 60 ملي، يبقى 60 ملي لكل 1 كي جي. طب الطفل اصله وزنه قد ايه؟ 2.21 كي جي، او هضرب على طول يعني، فتبقى اكس ملي، يبقى هضرب دي في دي على طول اللي هي 60 في 2.21 هيطلع ياخد كام ملي من الديكستروز؟ هيطلع 132.6 ملي من الديكستروز. واضح؟ طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي عندي 2 years old child weighing 30 pound hospitalized with severe respiratory distress. الفيزيشن اعطاله امينوفيلين 5 مللي جرام لكل كي جي in 50 مللي ديكستروز 5% في half normal saline to infuse over 60 minutes. لو الامينوفيلين انجكشن 25 مللي جرام بير مللي is available now, how many liters should be used in the infusion؟ نفس المثال السابق تقريبا. فانا عندي بس ال 30 باوند دي هقسمها على 2.2 عشان اطلع الوزن بتاعه، هيطلع الوزن بتاعه عباره عن 13.6 كي جي. طيب الجرعه اللي كتبها له الدكتور 5 مللي جرام لكل كي جي، يبقى انا عندي ال 5 مللي جرام لكل كي جي هضربها في ال 13.6 اللي هو وزنه، هيطلع المفروض ياخد 68 مللي جرام. فدي الكميه بالايه، بالملي جرام بالوزن. بس انا عايز ايه، عايز اعرف من الانجكشن هسحب قد ايه. فانا عندي الانجكشن عباره عن 25 مللي جرام لكل 1 مللي، بينما انا احتاج 68 مللي جرام، دول هلاقيهم في اكس ملي. هعمل طرفين في وسطين، يطلع الاكس دي بتساوي 2.7 مللي. اند ذات يبقى كده ايه، السمبل ازات انا بحل المساله بتاعتي. اخر موضوع معانا النهارده، طولت عليكم معلش في الحلقه دي، عندي الانترافينوس ادميكتشرز اللي هو بقى ايه، ان انا بعمل بريباريشن لحاجه اسمها انترافينوس ادميكتشر، يعني خليط من الحاجات ايه مع بعض. ايذر مثلا انا اعمل ترانسفير اوف 1 او مور اديتيف، يعني اضافات بحطها على اللارج فوليوم بارنترال فلويد، زي مثلا لما تكون دي اللي هي المين سوليوشن اللي انا هديه، او اللارج فوليوم بارنترال اللي انا هديه، ومثلا بحل ايه، عبوه او فايل من المضاد الحيوي، ادوبها وبعدين اجي احقنها جوه السوليوشن ده، وبعدين ادي السوليوشن ده ايه للمريض. فدي فكره الادميكشر بمنتهى البساطه. او ان انا احطهم سايد باي سايد، يعني انا عندي الايه اللي هي المين انفيوجن سيت، وده المحلول الاساسي اللي عندي، وعندي العبوه الصغيره اللي هي بتاعه الايه المضاد الحيوي او خافض الحراره او المطهر المعوي، وبتدخل في الايه الانفيوجن سيت بشكل حرف واي، بيسموها الايه، قلنا الاي في بيجي باك، وتدخل في الست او الجيرني يعني لغايه لما تخلص، وبعدين بكمل عادي الانفيوجن بتاعي بيفضل مستمر رغم ان دي خلصت، واشيلها بقى واكمل الانفيوجن بتاعي عادي. تمام. طيب تعالى هنا نشوف ايه، نحل 3 مسائل على السريع ونختم الجزء دوت. medication order for a patient weighing 154 pound calls 4.2 ملغ of amphotericin B per kilogram to be added to 500 ملي 5% dextrose solution, والamphotericin B is to be obtained from a constituted injection that contain 50 ملغ لكل 10 ملي. نفس المسألة اللي احنا حليناها في السابق. اول حاجة وزنة المريض كام؟ 154، هقسمها على 2.2 عشان اطلع بالكيلو جرام هيطلع قد ايه، فهيطلع 70 كي جي. طيب الجرعة اللي مديها له الدكتور قد ايه؟ قال له 0.25 ملي جرام لكل كيلو جرام. خلاص، يبقى انا عندي دلوقتي ال 0.25 دي لكل كيلو جرام، هو وزنه 70، فهضرب في ال 70 هتطلع هياخد 17.5 ملي جرام. دي هلاقيهم في قد ايه من الانجكشن اللي عنده؟ انا عنده الانجكشن بتاعه عبارة عن 50 ملي جرام لكل 10 ملي. طيب هو عايز ياخد قد ايه؟ 17.5 ملي جرام. بنحط الملي جرام تحت الملي جرام، تطلع اكس ملي. هحسب الاكس دي هتطلع 3.5 ملي. بس خلصت المسألة. اللي بعدها عندي intravenous infusion is to contain 15 ملي equivalent of potassium ion و20 ملي equivalent of sodium ion، فده في الانترافينوس انفيوجن. في 500 ملي of 5% ديكستروز انجكشن. استخدم البوتاسيوم كلورايد انجكشن اللي بيحتوي على 6 جرام
جرام لكل 30 مللي، واستخدم الصوديوم كلورايد انجكشن اللي هو تركيزه 0.9%. how many ملليلتر من كل واحد should be used to supply the required ions؟ المساله تبان صعبه لكن هي عبيطه جدا ما فيهاش اي حاجه. طيب اول حاجه بيقول لي انت عايز تديله ايه؟ 15 مللي ايكويفالنت. انا ما اقدرش ان انا اتعامل بالملي ايكويفالنت، لازم احوله الوزن عشان اعرف اتعامل معاه. طب انا عارف ان ال1 مللي ايكويفالنت من البوتاسيوم كلورايد بيساوي ايه؟ بيساوي الموليكولار ويت بالملي جرام. الموليكولار ويت بتاع البوتاسيوم كلورايد عباره عن 74.5 مللي جرام. جميل قوي. طيب هو الدكتور عايز يديه كام مللي ايكويفالنت؟ 15 مللي ايكويفالنت. يعني ال 15 مللي ايكويفالنت دول بيكافئوا قد ايه مللي جرام؟ هعمل كروس مالتيبليكيشن لان ده اكس كده، الاكس دي هتطلع انها بتساوي كام؟ بتساوي 1117.5 مللي جرام. يعني خلينا نقول ان دي بتساوي بالجرام تقريبا 1.118 جرام. تمام. طيب تعالى هنا بيقول لي دول انت هتلاقيهم هتاخدهم في كام ملي، او هتلاقيهم كام ملي لتر من السوليوشن بتاع البوتاسيوم كلورايد اللي هو تركيزه 6 جرام لكل 30 ملي. فانا عندي السوليوشن عباره عن 6 جرام لكل 30 ملي. طب انا عايز كام جرام؟ عشان كده حولت الملي جرام دي حولتها للجرام. تمام، عشان انا عندي هنا التركيز بالجرام، فدي يبقى انا عندي 1.118 جرام هلاقيه في ملي. يبقى نفس فكره المساله اللي قبليها بالظبط، بس ايه هنا التحويل من ملي ايكوفالنت عايز احوله لملي جرام ثم احوله للجرام عشان اعمل التحويله العاديه بتاعتي. الاكس دي هتطلع هاخد كام ملي منها؟ هاخد 5.6 ملي. طب الثانيه نفس الكلام، مديني هنا 20 ملي ايكوفالنت. طب انا عارف ال1 ملي ايكوفالنت من الصوديوم كلورايد بيساوي ايه؟ بيساوي الموليكولار ويت بتاع الصوديوم كلورايد بالايه؟ بالملي جرام اللي هي 58.5 ملي جرام. طب انا عايز كام ملي ايكوفالنت؟ انا عايز 20 ملي ايكوفالنت. يطلع الكلام دوت كصوديوم كلورايد بيساوي كام؟ بيساوي 1170 ملي جرام اللي هي بتساوي بالجرام 1.17 جرام. طيب انا عندي التركيز بيقول لي ايه؟ بيقول لي 0.9% صوديوم كلورايد، يعني معناها 0.9 جرام لكل 100 ملي. طب انا عايز قد ايه؟ انا عايز 1.17 جرام. يبقى هاخد كام ملي؟ ملي. خلاص تطلع الاكس دي بتساوي 130 ملي. يبقى انا هاخد من هنا 5.6 ملي وهاخد من ده 130 ملي، والاثنين دول هخلطهم على ال 500 ملي 5% ديكستروز انجكشن، يعني احقنهم فيه كده وخلاص يمشي بقى السوليوشن لمساره الطبيعي يوصل ليه البيشنت. اخر مساله معانا بيقول لي عندك ميديكيشن اوردر فور تشايلد وينج 44 باوند، عنده هياخد بوليموكسين بي سلفيت تو بي ادمنسترد باي انترافينوس دريب ميثود ان ا دوزج اوف 7500 يونت لكل ايه كي جي اوف بادي ويت في 500 ملي اوف 5% ديكستروز سوليوشن. وعندك الفايل بتحتوي على 500,000 يونت اوف بوليموكسين بي سلفيت وصوديوم كلورايد انجكشن، ده السولفنت بتاعي. بيقول لي اشرح ازاي انت هتدي البوليموكسين بي سلفيت نيدد تو بريبير الانفيوجن. طيب وزنة المريض كام؟ 44 باوند، وانا شغال كله بالكي جي، يبقى اول حاجه حولها 44 على 2.2 هتطلع 20 كي جي. طيب الراجل ده المفروض الجرعه بتاعته ايه، او المريض ده الجرعه بتاعته ايه؟ البيبي دوت عباره عن 7500 يونت لكل كي جي، يبقى هضرب دي في 7500. المفروض ياخد كام؟ ياخد 150,000 يونت. يبقى دي الجرعه بتاعته. اول حاجه طالما حسبت الجرعه خلاص، بعد كده هشوف الجرعه دي هجيبها من كام او من قد ايه. طب بيقول لي الفايل اللي انت عندك فيها 500 يونت، 500,000 يونت، 500,000 يونت. حلو كده، وانت عايز تديله 150,000 يونت. هو هنا ما قاليش ايه؟ ما قاليش الفايل دي 500,000 يونت لكل كام ملي، هو ما قاليش، بس بيقول لك لو انت هتعمل عمليه تخفيف هتستخدم صوديوم كلورايد انجكشن از سولفنت خلاص للفايل دي. طب نفترض ان انا مثلا هنا تقدر تاسيوم، قول مثلا انا هدوب ال 500,000 يونت دي هدوبهم في 10 ملي، يعني هكمل الفايل دي. نفترض ال 500,000 يونت دول موجودين في 1 ملي، انا قدامي حل من الاثنين. لو انا اعرف ان ال 500,000 يونت موجوده في 1 ملي، يبقى انا ال 150,000 يونت موجودين في اكس ملي، واسحب منها بالظبط اللي فيهم ال 150,000 يونت. صح كده؟ ده الطريقه اللي احنا كنا شغالين بيها. هنا بيسالك بطريقه مختلفه، بيقول لك لو انت هتعمل عمليه تخفيف استخدم صوديوم كلورايد از سولفنت، فهتعمل ايه؟ اوكي انا مثلا الفايل بقى فيها 1 ملي، فيها 2 ملي، فيها 2.5 ملي، اي دونت كير. اللي انا هعمله انا هقول ان انا هخفف الفايل دي ل 10 ملي فور اكزامبل. هتقول لي هو انا لازم 10؟ يا سيدي خليها 5، خليها الرقم اللي انت عايزه. المهم ان انا هحط في ايه؟ في عدد اكبر من الايه الحجم بتاع الفايل. نفترض ان انا الفايل دي مثلا لو كانت 1 ملي انا هكمل ل 10، يعني هحط 9 ملي زياده مثلا عشان اكمل ل 10. اصبح ال 500,000 يونت دول موجودين مثلا في 10 ملي. حلو كده. طب انا عايز ايه؟ انا عايز 150,000 يونت، هلاقيهم في كام؟ اكس ملي. بس هو ده السؤال. يعني هو ما قاليش هنا هي دايبه في قد ايه، فمش مشكله، انا هخفف وخلاص ل 10 ملي. يبقى ايه؟ ومنها هبدا اعمل عمليه الكروس مالتيبليكيشن، تطلع الاكس دي عباره عن 3 ملي. يبقى بعد ما عملت عمليه التخفيف هاخد ال 3 ملي اللي فيهم 150,000 يونت، ودي هحقنها في الباج اللي عندي
اللي هي فيها 500 مللي اوف 5% ديكستروز انجكشن، وده اللي هيروح للمريض. خلاص كده يبقى كده احنا خلصنا الجزء دوت من محاضره النهارده في حساب بالحاجات اللي هي الانترافينوس انفيوجن. اتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بحل المسائل. هسيب لكم برضو رابط المسائل موجود تحت عشان تبداوا تمرنوا نفسكم عليها. الحلقه الجايه ان شاء الله ممكن ابقى انزل الحل بتاعها. شكرا ليكم، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو القادم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.